الله لقيت واحد يتحداك في اللغة العربية، لقيت واحد يتحداك في الثقافة وفي بلاغة اللسان. بسم الله ما شاء الله. أول شيء يقولوا ما شاء الله. عرف باسمك حبيبنا، عرف باسمك. اسمي عبد الله محمد عبد الله البري اليافعي من اليمن، عمري 12 ربيعا. شلون شوف سمعتوا عمره ولا لا؟ بسرعة بسرعة. 12 ربيعا يقول لك. قضى علي رسميا. تكفى أنا 12 صيف. ممكن تقول لي شلون ما شاء الله وصلت إلى هالمرحلة في اللغة العربية؟ في 3 أسباب. أيوة. أول سبب أمي، ثاني سبب أمي، ثالث سبب أمي. ما شاء الله. تحية. طبعا ختم علم البر والله. حيهم عبد الله موجودة؟ والدتك موجودة؟ أيوة اي نعم موجودة. ما شاء الله عليها. يعطيك الصحة والعافية والله يحفظه إن شاء الله واقروا عليه. أنا ترى والله بالحظ أول أمس في تويتر شفت مقطع في قناة الريان، الولد يعني ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله فلته، فمر عليه المقطع كذي واليوم شفته. أول أمس شايف المقطع، اليوم أنا شفته في معرض الكتاب. يا إخوان هذه موهبة، ولكن قطعا الموهبة تنمى. كيف تنمى؟ داخل البيت. اللبنة الأولى الصيحة في التربية البيت، هم اللي بيطوروه وهم كذلك اللي يعني بدعموه. الدعم صحيح. مهم جدا، وأكيد صحيح. لمحوا فيه شيء منذ الصغر فطوعوا مهاراته إلى بسم الله ما شاء الله وحصلنا على هذا المنتج الرائع ما شاء الله عليه. السمي ما شاء الله عليه. يعني قال لي هناك صورت سناب، أنا يمكن تشوفون سنابي اليوم، أبي أعيد نفس الكلام عشان بس ما عندنا وقت. اللي قلته هناك كل شيء مصور. تفضل. في واحدة أنا بقولها من اللي قلتها معاك، وفي واحدة ثانية من برا. يلا. أوكي. أنت بتوقف؟ أحلى. ها؟ أيوه. نوقف معاك؟ أحمد صح؟ يلا. أيوه. يلا. كما قال المتنبي: عيش بقسم سد جد قد ميرين هثر فه تسل غذرمي صبح مغزز برع زعدي لثني نل. قيل ما هذا يا أبا الطيب؟ قال هذا دعاء لو سكت كفيته لأني سألت الله فيك وقد فعل. والثانية لسيف الدين قطز في رسالته إلى هولاكو: من الملك المظفر